السلام عليكم. للي مش عارفني انا مروان رابع جمهوريه 22. من فتره كده كنت عملت سلسله وبقول لك اهم الافكار اللي جت في الاسترشادي واللي بتيجي في امتحانات السنين اللي فاتت عشان كنت تبصمجها وتحلها بسرعه. بس قلت بقى مش كفايه، لقيت ناس كتيره بتطلب مني ان انا اجمعها في فيديوهات، فقررت ان انا اعمل لكم فيديوهات في ليالي الامتحان. حرفيا فيديو لكل تشابتر هيبقى في رينج، يعني ده اول فيديو هينزل غالبا، ده هيبقى بتاع تشابتر 4. هيبقى كل واحد في رينج 50 دقيقه لساعه، في كل الافكار واهم الافكار اللي اتعادت في الاسترشادي وامتحانات السنين اللي فاتت وازاي تحلها بسرعه. بس فتعالى نبدا بقى في اول فيديو كده على طول وما نضيعش وقت، وهيبقى عن ايه؟ تشابتر 4. انا عايز ابدا بتشابتر 4 لان ناس كتيره بتشوفه صعب، رغم ان انا بحسه ان هو حرفيا من اسهل الشباتر. هو حرفيا انت تبصمج كام معلومه تحل على اساسه. يلا ماشي. هنبدا بتشابتر 4، واول سؤال واكتر فكره بتيجي هي فكره ترتيب الاليمنتس، ازاي ان انا ارتب الاليمنتس، مين اللي بيبقى فوق ومين اللي بيبقى تحت. حرفيا هي دي اهم حاجه. وترتيب الاليمنتس اهو، ممكن ارتبهم ازاي او ممكن تجيلي في السؤال ازاي. اول حاجه ممكن تجيلي عن طريق equation، ان هو هيديني ايكويشن واللي رقم الاكسيديشن نمبر بتاعه زاد، هو ده اللي هيبقى حصل له اوكسيديشن، هو ده اللي هيبقى فوق، هو ده اللي هيبقى الانود. احنا كده كده عارفين ان اللي فوق هو الانود وان اللي تحت هو الكاثود. عموما بما ان احنا في اول فيديو، ما تستناش من الفيديو ده ان انا هشرح لك بالتفصيل او ان انا اقول لك كل حاجه بالتفصيل. انا هقول لك الافكار بسرعه، هقول لك ازاي تعمل. فده مش هتقدر تعتمد عليه انت، ده بس ايه، انت ممكن اصلا تذاكر الفكره بعدين، انت ده تاخد منه الافكار اللي انت محتاج تركز عليها. تمام. فاول فكره ان هو يجيبها لك عن طريق ايكويشن. يعني ايه عن طريق ايكويشن؟ يجيب لك معادله ومن المعادله دي هتحدد مين اللي فوق ومين اللي تحت. اللي حصل له اوكسيديشن، اللي رقم الاكسيديشن بتاعه زاد، هو ده اللي فوق، واللي حصل له ريدكشن هو ده اللي تحت. وغالبا اللي حصل له ريدكشن هو الحاجه اللي بتطرد بره لوحدها، ان هي تطلع مثلا زي كبر زيرو كده او H2 زيرو. ده في الاغلب طالما احنا بنتعامل مع ميتالز من غير نون ميتالز. تمام. هقول حاجه بس صغيره في المعلومه دي، ان اللي احنا بنتكلم عليه ده السبونتينيوس. يعني لو هو تلقائي اللي حصل له اوكسيديشن فوق واللي حصل له ريدكشن تحت وخلاص خلصت على كده. المشكله بتظهر فين؟ ان هو بدا يجيب حاجات جديده في الاسترشادي السنه دي، ان هو يقول لك ان هم ايه؟ نون سبونتينيوس. ولو هم نون سبونتينيوس كل اللي انت هتعمله ايه يا باشا؟ رتب الترتيب العادي جدا بتاعك، رتب الاليمنتس بالترتيب العادي، وبعدها بعد ما رتبتهم خلاص، يعني مثلا رتبتهم كانوا سي اي بي، تمام، هتقوم عامل ايه يا باشا؟ شيل الترتيب ده، هيبقوا بي اي سي. بعد ما ترتبهم شقلب الترتيب. تمام. يبقى كل اللي انت هتعمله ايه؟ ها، دي متعلمها من شيرين. ها، هتعمل ايه؟ كل اللي انت هتعمله هتعكس الترتيب. لو هم سي اي بي هقوم عامل ايه؟ ها، هعكس الترتيب. تمام. ماشي. يبقى دي كده اول طريقه، وان هو يديك عن طريق ايه؟ ايكويشن. تاني طريقه لترتيب الاليمنتس بتبقى عن طريق، استنى يا رب نفتكر، ماشي، عن طريق ارقام الاكسيديشن نمبر. وفكره ارقام الاكسيديشن نمبر دي بسيطه، انت هتعمل ايه؟ انت هتجيب كل الارقام في شكل ارقام الاكسيديشن، الرقم اللي هو مديهولك، فانت هتجيب كل الارقام في شكل ارقام الاكسيديشن وترتبهم من فوق لتحت عن طريق الرقم الاعلى. يعني لو عندنا مثلا A B C، ده رقمه واحد، ده رقمه صفر، ده رقمه نيجاتيف واحد، يبقى يترتبوا ازاي؟ زي ما هم مترتبين كده، A B C، بالارقام من الفوق للصغير. بس اهم حاجه تبقى جايبهم كلهم ارقام اوكسيديشن، ما يبقاش في ارقام ريدكشن في النص. لو في رقم ريدكشن اعكس الساين، يبقى ده كل اللي انا هعمله لو موجود عندي رقم ريدكشن. ودي تاني طريقه ان انا اعمل بيها الترتيب. وبعد ما ارتب الموضوع خلاص، يعني انت بعد الترتيب الموضوع بيبقى السؤال اسهل حاجه في الدنيا، السؤال حرفيا. بس عايزين بس نكمل حاجات الترتيب وبعدها هيبقى هقول لك السؤال فين، بس نكمل حاجات الترتيب. يبقى احنا كده اتفقنا ان اول حاجه اوكسيديشن، اول حاجه قصدي ان هي تبقى ايكويشن. تاني حاجه عن طريق الارقام، ان هو يديني الارقام وارتب. تالت حاجه يقول لك ان هو حط element في element، يعني حطيت A في B. طب انا لو حطيت A في B، لو A عمل رياكشن يبقى A فوق B، لو قدر يبدله يبقى هو فوق E. طب لو ما قدرش، لو نو رياكشن، يعني لو حطيت A في B نو رياكشن، يبقى B هو اللي فوق ال A. يبقى كل اللي انا هعمله ايه؟ لو A في B نو رياكشن يبقى B فوق ال A. طب لو A في B برياكشن يبقى A فوق ال B. يبقى لو حصل رياكشن هي فوق، ما حصلش رياكشن هي تحت. واخر حاجتين هما ايه؟ حركه الالكترونز. حركه الالكترونز لازم دايما ايه؟ فروم انود تو كاثود. يعني لو قال لك حركه الالكترونز من A تو B يبقى A فوق ال B. ليه؟ لان A هي الانود وB هي الكاثود. احنا كده عارفين اللي فوق انود واللي تحت كاثود. واخر حاجه ممكن يعرفك عن طريق مين؟ حركه الاناين وحركه الكاتاين. الاناين بيروح فين؟ من اسمه للانود، والاناين دي يا جماعه هي النيجاتيف اين من شرطه الاي اهي. افتكر ان من شرطه الاي اهي النيجاتيف اناين. تمام.
فالاناين هي النيجاتيف ايون وهي بتروح فين؟ للانود. والكاتاين من التي اهي، التي دي افتكر انها ايه؟ بوزيتيف، بتروح فين؟ للكاثود. في مشكله؟ يبقى دي هي الخمس حاجات اللي تقدر منهم تعرف ترتيب الاليمنتس. عرفت ترتيب الاليمنتس؟ اللي فوق الانود، اللي تحت الكاثود، الموضوع خلصان. لو حصل عكس الطبيعي يبقى دي الكتروليتك، تمام؟ بس الموضوع خلصان ان اللي فوق لازم يبقى انود واللي تحت كاثود. ممكن نقول ايه بقى؟ شويه قواعد بسيطه، وهي دي اللي بعد ما نرتب الاليمنتس هنحل على اساسها. ايه هي القواعد البسيطه؟ هم 5 قواعد. الانود دايما اسران، ويعني هتلاقي الفيديو ده فيه حاجات كتيره من ناصر البطل، لان انا شغال عنده، وغير يعني شغال عنده ايه الجمله دي، شغال معاه يعني. المهم، وان انا اصلا كنت باخد منه، فهو ليه فعلا فضل كبير عليا، وبسببه انا اصلا حبيت الكيمستري، فطبيعي ان انت تلاقي ان هو مؤثر عليا جدا. بس المهم، الانود دايما ايه؟ اسران. دايما بيحصل له ايه؟ اوكسيديشن. اسران بيخسر ايه؟ بيخسر ماس ويخسر الكترون. يبقى الانود دايما خسران، يخسر ماس ويخسر الكترون. الكاثود عكسه، الكاثود دايما كسبان، بيكسب ماس ويكسب الكترون. تمام؟ يعني بيحصل له ريدكشن، انما الانود بيحصل له اوكسيديشن. تالت حاجه، حركه الالكترونز دايما فروم انود تو كاثود، من اللي فوق للي تحت. الرابعه والخامسه، الاناين هتروح فين؟ اي اناين تروح للانود من اسمها. والكاتاين تروح فين؟ ادي الكاتاين هتروح للكاثود. ودي اهم الافكار اللي انت تبقى مجمعها بجد. فكره ترتيب الاليمنتس، ترتيب الاليمنتس ده حرفيا يا جماعه سؤالين ثلاثه في الامتحان بالميت بالميت. يعني انا هوريك هي جت كام مره في الاسترشادي دلوقتي، ده في ايه؟ في 10 نماذج استرشاديه بس. تعالى كده نجرب نحل كام سؤال ونبص هوريك ازاي. يعني حرفيا سؤالين ثلاثه في تشابتر 4 في الامتحان، انت ضامن ان انت تحلهم ايه؟ كده كده، فاهم؟ يعني هي دي اهم حاجه. استنى بقى نشرب، ناخد شفطه من البتاع ده. اه طعمه حلو. شوت اوت لاختي عشان هي اللي عاملاه. يلا. المهم، والله تصدقوا لو بقيت مدرس مشهور هجيب لها ايفون. الناس اللي تنزل تجيب لي الطلبه وما اعرفش، انا هجيب لها، هجيبه لاختي معلش عشان هي عامله لي ايس كوفي برضه. واخويا ابقى اجيب له حاجه برضه عشان الايباد بتاع، انا حاسس ان انا عايش عاله. المهم، واخد الايباد بتاعه عشان اشرح لكم. ماشي. المهم، تعالى بقى نطبق اللي احنا قلناه ده على الاسئله دي، نشوف ازاي سؤال زي ده بقى ايه يخلص معايا حرفيا 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 في 30 ثانيه، فاهم؟ يعني هي دي اهم فكره واهم حاجه نتعلمها. اول سؤال بس ده بتاع الاي ام اف، سيبه هقول لك بقى ازاي نطبق الكلام ده في حل فكره الاي ام اف في الطبقه اللي جايه. بس خلينا نحل بس الافكار دي. حلو. اهو بيقول لك ايه؟ ذا فولوينج تيبل شوز ستاندرد ريدكشن بوتنشال. انا بشتغل بريدكشن بوتنشال؟ ما بشتغلش. يبقى هعمل ايه؟ هعكس الساين بتاع كل حاجه، يبقى ده بوزيتيف وده نيجاتيف وده نيجاتيف. يبقى انا كده محتاج اعمل ايه؟ محتاج ارتب الاليمنتس. طالما جاي لك سؤال زي ده اعرف ان هو ترتيب اليمنتس على طول، على طول مديك اليمنتس وارقام، ده ترتيب اليمنت. فترتيب الاليمنتس هيبقى ايه؟ A B C اهو من الارقام اللي موجوده عندي عشان دي ريدكشن. فبيقول لك ان A و B هيحصل لهم كفر ب C. which of the following هيديسكرايب البروتكشن؟ يعني A و B هعمل لهم كفر بمين؟ ب C. طب ما C تحت البي وتحت الايه، يبقى C طالما تحتهم يبقى ايه؟ احنا قلنا ان اللي تحت دايما كاسود، فخلاص يبقى كاسودك للاي وللبي. وكده بقى حليت السؤال حرفيا في قد ايه؟ يعني عد انت 20 ثانيه تقريبا، فاهم؟ عايزين بقى نفضل كده. بيقول لك هنا 3 ميتالز A B C ار اوردرد، هو مرتبهم لك للريديوسنج ايجنت. قلنا ايجنت دي انت المفروض بقى تبقى عارف بتعكس الكلمه، يبقى ده ايه؟ اوكسيديشن. انا عارف ان انا ما بقولش كل التفاصيل، بس يعني احنا ليله امتحان، انا حرفيا عايزك تتعود تحل بسرعه، انت المفروض عارف الكلام ده. فهنا هتبقى ايه؟ A B C. بس شفت احنا عملنا ايه؟ قال لي ان هم اوكسيديشن A B C، قمت مرتبهم من اللي فوق للي تحت. يبقى ماشي. كنت اقول لك ايه؟ بابا 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 بابا. انا بص هقلب كل المدرسين انا عارفهم، بس المهم ركز معايا. فكده الترتيب هيبقى ايه؟ A B C. بس خلاص انا مش محتاج حاجه اكتر من كده. هيقول لك purifying metal B which contains impurities of A و C using electrolytic cell of solution B. يبقى انا عندي البي هعمل له electrolysis او هو اللي هعمل له purification. محتاج اقول لك ايه اللي هيحصل؟ الاي ده فوقيه صح؟ يحصل له هو كمان اوكسيديشن. والسي ده تحتيه هيحصل له ايه؟ ولا اي حاجه، ما بيحصلوش اي حاجه هنا لان هي تحت البي. ودي فكره الالكتروليسيس وابلكيشن اوف الكتروليسيس. اللي ياكد لي ان الباقي غلط، سي از اوكسيدايز وهو تحتيه ما ينفعش. دي ممكن تشك فيها اهو، ميتال ايز ريديوسد لا، يبقى انت شاكك بين مين ومين؟ بي وسي. بس خليك بقى عارف فكره ايه؟ الالكتروليسيس، ان في الالكتروليسيس اللي تحت ما بيحصلوش اي حاجه، فعشان كده تبقى ايه؟ سي. تمام. السؤال اللي بعده ودي برضو نفس الفكره، ترتيب elements. بيقول لك galvanic cell
اكس وواي الكترونز ترانسفير توردز الكترود واي. اول ما تلاقي حركه الكترونز، حركه الالكترونز دايما ايه؟ ممكن تفتكرها بكلمه اي سي، تكييف. حركه الالكترون دايما من الانود للكاثود، تمام؟ فهنا هنلاقي مين؟ ان الالكترونز رايحه لواي، يبقى واي هو الكاثود، يبقى احنا عندنا اكس وواي بس، خلاص. اكس فوق وواي تحت. هل انت محتاج تكمل السؤال؟ ريدكشن اوف اكس اقل من واي؟ والله هو الاكسيديشن اعلى، فالريدكشن اكيد اقل. فعلا هي دي الاجابه الصح. كمل هتلاقي بقيه الاجابات غلط. الاكسيديشن اقل، ما ينفعش الاكسيديشن اقل، ده فوقيه اكس البوزيتيف الكترود بتاع السيل، لا في الجالفانيك اكس بتبقى النيجاتيف، يبقى ما ينفعش. اناينز فلو اكروس ذا بريدج توورد واي، الاناين تروح للكاثود، لا ما ينفعش. فانا كده اتاكدت ان الاجابه ايه، حرفيا كلها ترتيب اليمنتس، انت مش محتاج اكتر من كده. تعالى اللي بعديه، ده سؤال اي ام اف. بص تعالى اقول لك بقى فكره الاي ام اف بالمره ونطلع للسؤال اللي فوق. هي الفكره كلها بسيطه، انت كل اللي انت هتعمله ايه؟ ترتيب اليمنتس. مش هنا الاكس طرد الاتش، وهنا الواي طرد الاتش، والاثنين بالبوزيتيف، يبقى الاثنين فوق الاتش. يبقى انا عندي الاتش هنا وفي اكس وواي. هحط مين فوق مين من الارقام؟ مش الرقم بتاع الاكس قليل يبقى الاكس اقرب وبعدها الواي. يبقى على حسب الرقم، لو الرقم كبير بتطلع فوق قوي، لو الرقم قليل بتبقى في النص بس اهي. ومن الاتش للاكس المسافه قد ايه؟ 0.76. ومن الواي للاتش 1.66. هو عايز ايه؟ اكس وواي. كل اللي انت هتعمله ايه؟ تجيب الديفرنس. يبقى انا رتبت الاليمنت وشفت انا معايا المسافه دي بكام والمسافه دي بكام، انا عايز المسافه دي بس، فعشان عايز المسافه دي هجيب الفرق بينهم وتطلع الاجابه انها 0.9. ومين هيبقى الانود؟ اكيد اللي فوق هو الانود اللي هو الواي. فدي طريقه هتحل بيها اصلا سؤال الاي ام اف، ده سؤال مضمون في الامتحان. دي طريقه هتحل بيها سؤال الاي ام اف من غير ما ياخد منك وقت. يعني تعالى بص فوق اهو، كل اللي انا هعمله ايه؟ مش انا معايا اكس الانود واي جي وواي الانود واي جي اهو، كل اللي انا هعمله ايه؟ هرتبهم، هلاقي ان السيلفر هو اللي تحت. احط اكس وبعدها واي ولا احط واي وبعدها اكس؟ على حسب الرقم، رقم واي اعلى فهو اللي يتحط فوق خالص وبعدها الاكس. هعمل سيل ادي من الواي للاكس 1.56 ومن الاكس للاي جي 0.8. على العموم لو عملت الحكس هتلاقي الارقام، يعني هتلاقي ان المسافه اللي تحت هو اللي مسافته اكبر، فده استحاله، فاهم؟ هتلاقي بالمنطق ان هو ما ينفع. يعني انا كحد مهندس اول ما اشوف حاجه زي كده هيجي لي لخبطه في دماغي، فاهم؟ بس فكل الفكره ان انا هعملها ايه؟ عشان انا كده معايا المسافه من واي واي جي واكس واي جي، هعمل الرقمين ماينس عشان اجيب المسافه بين واي واكس، فتطلع 0.76. حرفيا طريقه كده انت معاك 3 اسئله تحلهم بطريقه ترتيب الاليمنتس دي بكل بساطه. تعال نشوف الاسئله اللي بعدها. اول ما اشوف رسمه زي دي انا كل اللي مهتم بيه ايه؟ يا حركه الكترونز يا حركه ايونز. حركه الايونز، الاناين تروح للانود والكاتاين تروح للكاثود. حركه الكترونز من A to C، من الانود تو كاثود. يبقى كل اللي انا هعمله اول ما اشوف المساله دي، ركز معايا ها، كل اللي انا هعمله، انت امتحانك قريب ها، المفروض تركز. بس كل اللي انا هعمله اول ما اشوف مساله زي دي ايه؟ هدور على حركه الكترونز او حركه ماشي اتنمر عليا براحتك يا عم. هدور على حركه الكترونز او حركه ايونز. حركه الالكترونز هنا هتبقى ايه؟ from A to C، من انود تو كاثود. فانا هنا الانود هو مين؟ الانود هو C والكاثود هو B. هنا الانود هو A والكاثود هو B. فانا كده كده عرفت ان الكاثود في الحالتين هو B، فهو اقل حاجه تحت. يعني حرفيا البي مهزأة، هي الكاثود هنا والكاثود هنا، تمام؟ احط A ولا C على حسب الرقم. الرقم هنا اقل ف A تيجي الاول وبعدها C هي اعلى حاجه فوق. بس هجاوب على الاسئله على حسب اللي هو عايزه. reducing agent يعني اوكسيديشن، الاي اقوى واحده؟ لا. السي اقل اوكسيديشن بوتنشال؟ لا، دي السي اعلى واحده. البي اقل اكتيف الكترود؟ صح، عشان هو الكاثود في الحالتين. يبقى في حاجه صعبه انا عملتها. كل اللي عملته رتبت الاليمنتس، اللي فوق عنده اوكسيديشن عالي واللي تحت عنده ريدكشن عالي. هنا اوكسيديشن قليل وفوق ريدكشن قليل. بس يعني الفكره بسيطه، مش عايزك تصعب الدنيا. يعني ناس كتير بتشوف الشابتر 4 صعب. بص نفس الفكره القرار التاني هي في الاسترشادي. انت شايف الافكار بتتكرر ازاي؟ فانا ده اللي انا بقوله لك، انت لو بصمجت الفكره خلاص انت هتحل بسرعه، انت مش محتاج حاجه. دي الطريقه اللي كانت بتخليني اخلص بسرعه في الامتحان. هنا عندنا ايه؟ هنلاقي ان هي نفس الفكره. هركز على حركه الالكترونز. هنا سي كان الكاثود وهنا بي هو الكاثود، فكده مين اقل واحد تحت؟ اكيد البي لان هو كان كاثود لسي. فكده عندنا بي سي اي. رتبت الاليمنتس، الاي كان انود لسي والسي كانت انود لبي اهو، رتبتهم على اساس ده. من A ل C المسافة قد إيه؟ 1.2. ومن A من السي للبي 0.8. هو عايز المسافة منين لمنين؟ من ال A لل B. يبقى هعمل إيه؟ هجمع الرقمين. شفت سؤال كمان حليته في قد إيه؟ بس خد بالك قال لي بس إيه؟ ال A كاثود، الطبيعي إن ال A كانت تبقى الأنود، فطالما عكس الطبيعي اختار الرقم بالنيجاتيف وتبقى نون سبونتينوس. بس شفت بس السؤال اتحل بسرعة إزاي؟ يعني ما خدش وقت. أنا ده اللي أنا عايزك تعمله في الامتحان، تك 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 تخلص على طول، تمام؟
دي فكره ايه؟ دي فكره الايكويشن. قلت لك في الاغلب اللي اتطرد بره لوحده هو ده اللي حصل له ريدكشن. يبقى ترتيب الاليمنتس نيكل وبعدها كبر. هل انا محتاج اكمل؟ والله خلاص. كبر هو الاكسيديشن؟ لا. ريديوسنج ايجنت قلنا بتعكس. كبر سولت هقدر احفظه في النيكل، هحط الكبر في النيكل. طب ما النيكل فوقيه، ده النيكل ياكله، يبقى مش هينفع. النيكل احطه في الكبر، النيكل هو اللي تحتيه فينفع، بس عشان النيكل هقدر احافظ عليه في الكبر. شفت الفكره بسيطه ازاي؟ والله الموضوع بسيط جدا جدا جدا. عايزك بس ترتب الاليمنتس وهتلاقي الدنيا بسيطه. When a galvanic cell formed من Y ل X increase in the concentration of Y positive 2 is observed. هسألك سؤال دلوقتي، الريدكشن بيحصل ازاي؟ الريدكشن بيحصل للانود للكاثود، بياخد الكترونز ويطلع بره يتطرد. قلت لك ان هو بيتطرد، يبقى ايه اللي بيحصل؟ الايونز بتاعته بتقل عشان هو بيتطرد بره، والعكس في الاكسيديشن، بيكمل ويطلع هو بره كايه؟ كايونز. يبقى لما الايونز تزيد اكني بقول لك ايه؟ ان هو ده الانود، هو ده اللي حصل له اوكسيديشن. يعني الجمله دي معناها ان هو حصل له اوكسيديشن. فكده يبقى عندنا مين؟ الواي فوق والاكس تحت. هل انا محتاج اكمل اوكسيديشن اكس اعلى؟ لا. واي ريديوسنج ايجنت، واي هو اللي بيحصل له اوكسيديشن، هي دي اللي صح. الكترونز فلو من اكس تو واي، من الكاثود للانود؟ لا، من الانود للكاثود، من فوق لتحت. اكس از الاوكسيدايزنج ايجنت ديورنج السيل اوبريشن. تلاقي ان بي ودي الاثنين ينفعوا. يعني بص انا بمشي مع الاختيارات، انا بوريك حرفيا انا بحل ازاي في الامتحان. انا كنت شايف ان بي صح، ودلوقتي دي كمان صح، فانا كده هبدا اشك في اجاباتي، اكيد في واحده غلط. هكتشف ان بي غلط ليه؟ عشان بيحصل اوكسيديشن للواي مش الواي بوزيتيف 2. خد بالك بقى من المعلومات دي، الاكسيديشن للواي مش للاين، عشان الاين بيحصل لها ريدكشن. عشان كده بي غلط ودي صح. حرفيا ده اللي أنا كنت بعمله في الامتحان. انا بحل بسرعه بس انا بقرا الاجابات كلها. ليه بقرا الاجابات كلها؟ عشان حرفيا ممكن الاقي غلطه زي كده، غلطه تافهه تنقصني. تمام. اللي بعديه انا عايز اقول لك ان كل دي اسئله في الاسترشادي، فحرفيا هي اسئله بتتكرر. اهو قلنا اللي اتطرد بره لوحده هو اللي حصل له ريدكشن، فكده الطبيعي الكانديوم وبعدها الزنك. بس خد بالك قال لك ايه؟ قال لك نون سبونتينيوس، فكده يبقى ايه؟ زنك وبعديها الكانديوم. تمام. قلنا بنعمل ايه لما الاقي نون سبونتينيوس؟ بعكس. بعدها هنا الكانديوم بدل، بس هنا سبونتينيوس عادي. مين اللي اتطرد بره لوحده؟ الكبر، فالكبر تحت الكانديوم. رتبت الاليمنتس، هل في مشكله لحد دلوقتي؟ عايز ترتيبهم كاوكسيدايزنج ايجنت. اخدت بالك لما قال لك ريدكشن جابهم في شكل الاينز؟ عشان قلت لك ان الريدكشن بيحصل للاينز. فعايز ترتيبهم بالنسبه لايه؟ للريدكشن. بس خد الترتيب من تحت لفوق. كبر كان زنك، خلاص كبر كان زنك. بس في حاجه صعبه بجد؟ بالله عليك تعرف تحل الاسئله دي؟ شوف هتوفر وقت قد ايه للاسئله الصعبه بجد. فلازم تتعود ازاي تبصمج، ازاي تحل بسرعه حاجه زي كده. عندنا اللي بعدها ايه؟ بيقول لك من الفولوينج فيجر، عندنا رود اوف ميتال اكس واي زد، حطيتهم في اتش سي ال وحطيته في زد ميتال وحطيته، ماشي. المهم ان انا حطيته اكس في الاتش سي ال، ما حصلوش اي حاجه. انا كده كده هحط الاتش في النص عشان هي بزيرو. اكس دازنت ديزولف، قلنا لما الاكس ما يحصلوش حاجه يبقى هو تحت الاتش. هنا واي في زد، الزد بريسبتيت. طب استنى الاول، زد في اتش، الزد ديزولف، يبقى الزد فوق الاتش. انا عايز اعرف مين اللي هيبقى فوق مين، الواي ولا الزد؟ عشان انا كده عرفت ان الواي والزد الاثنين فوق الاتش. فلما حطيت الواي في الزد حصل رياكشن، المهم ان حصل رياكشن. يبقى كده واي وبعدها زد وبعدها اتش وبعدها اكس. فهمت على اساس ايه؟ اكس في اتش ما حصلش حاجه فاكس تحت، واي في زد حصل حاجه فواي فوق الزد، زد في اتش حصل حاجه فزد فوق الاتش. فطالما زد فوقيهم فالواي فوقيهم. يعني ان شاء الله تبقى فاهم وركزت معايا. انا عارف ان انا بتكلم بسرعه بس عشان ايه؟ نلخص الدنيا. فبيقول لك مين من دول هيبقى اعلى الكتروموتيف فورس؟ اعلى الكتروموتيف فورس اول واحد واخر واحد، فتاخد ايه؟ اكبر مسافه اللي هي مين؟ واي واكس. بالله عليك في حاجه صعبه؟ اللي بعديه بيقول لك الكترودز اهي بالبوتنشال. انا اهم حاجه عندي ايه؟ حركه الالكترونز. يبقى ايه انود للايرن وسي انود للايرن. يبقى انا هحط، هو طالما حاطط لي الايرن هو الريفرنس هحطه في النص. عندي ايه وسي انود الاثنين فوق الايرن، ما هو طالما انود يبقى هم فوق ايه. حلو، يبقى ايه وسي فوق الايرن، يبقى سي الاول وبعدها ايه عشان الارقام بقى. خلاص بقى ما احنا اتعودنا. وبعدها تحت هنا هلاقي ان عندي بي ودي. مين الاول؟ البي وبعدها مين؟ وبعدها الدي. ليه؟ من الارقام برضو. بس خلاص انا كده عملت. بيقول لك مين احسن واحد ساكريفيشال الكترود؟ مين اكتر واحد ساكريفيشال الكترود دي ايكوال انود. مين اكتر واحد انود؟ اختار مين؟ اكيد هختار الايه. بس في حاجه صعبه؟ بص اللي بعديه اكس واي زد دبليو، نفس الفكره. بيقول لك مين من دول فاستست تو جرود. يبقى هجرب ان انا اعمل ايه؟ ارتب الاليمنتس. عندنا ده رقم اوكسيديشن، ده رقم ريدكشن. بص لما بيطلع بره لوحده ده ريدكشن، يبقى هعكس الساين دي بالبوزيتيف. اوكسيديشن عادي وده رقم ريدكشن، هعكس الساين دي بالنيجاتيف. يبقى اعلى واحد مين؟ هبدا ارتب الاليمنتس. اعلى واحد زد، وبعده هلاقي ان هو غالبا اكس وبعده واي وبعده دبليو. بيقول لك مين من دول هيبقى
اسرع ان هو يحصل له كوروجن لما احطه مع مين؟ مع الزنك. الزنك 0.76، الزنك هيبقى فين؟ الزنك هيبقى تحت الزنك بين الزد والاكس. فمين هيبقى اسرع واحد يحصل له كوروجن؟ مين هيبقى اكتر واحد انود؟ هو الزد. تمام. خد بالك هو بيقول لك هو اللي يحصل له كوروجن ولا الزنك اللي يحصل له كوروجن. لو الزنك اللي هيحصل له كوروجن هختار اخر واحد تحت. طب لو عايز الحاجه يحصل لها كوروجن يبقى اختار حاجه فوق الزنك، وكل ما تبعد فوق كل ما تبقى اقوى. هتلاقي الباقي كله نفس الفكره، يعني حرفيا هم نفس الفكره، ادهم مين بمين، مين انود مين كاثود، كلهم نفس الفكره حرفيا. فخلاص مش هقعد اكتر معاك في الكلام، انا عايزك بس تاخد بالك ان حرفيا بص نفس الفكره، نفس فكره ترتيب الاليمنتس. كل دي بيلعب على فكره واحده اللي هو ايه؟ اللي هو ترتيب الاليمنتس. انا بس مش عايز اضيع وقت معاك كتير، عايز اقول لك بقيه الافكار، لان احنا نحل افكار كتيره اهم. وكده كده انت معاك الاسترشادي كله وانت عرفت الفكره بتحصل ازاي. عايز بس بقى نروح لتاني فكره. بص، ودي فكره حركه الاينز اهي، ان انا هلاقي ايه؟ الاناين رايحه هنا، يبقى مين ده؟ مين؟ الانود. وممكن تعرف من عن طريق حركه تانية بذكاء ان ده بيتاكل، فيبقى هو برضو الانود. بس خلاص، وبعدها هتعمل نفس اللي احنا عملناه، هترتب الاليمنتس وتعرف الدنيا. تمام. خد بالك بس، يعني دي حاجه برضو تبقى عارفها، في الجالفانيك بيبقى الانود نيجاتيف والكاثود بوزيتيف، دي لازم تبقى حافظها. والعكس في مين؟ العكس في الالكتروليتيك. تمام. خلاص بقى خلصنا هنا كده، الافكار هتلاقيها واحده. تعالى بقى نتكلم على تاني فكره، وهي افكار الاي ام اف. هقول لك ازاي ممكن تحلها. يبقى دي تاني فكره، وجميع افكار الاي ام اف. يبقى ركز معايا بقى، ركز معايا. الاي ام اف افكارها كلها ايه؟ واحد، اللي حصل حاجه هاخد الرقم بتاعها. يعني ايه؟ يعني اللي حصل له اوكسيديشن هاخد رقم الاكسيديشن بتاعته، واللي حصل له ريدكشن هاخد رقم الريدكشن بتاعته بالساين بتاعتها، واحط بينهم ايه؟ بلس. احط بين الرقمين دول بلس. الاكسيديشن ممكن يبقى بالنيجاتيف او الريدكشن ممكن يبقى بالنيجاتيف عادي جدا، وبينهم بلس. البلس هتظبط الدنيا. يبقى دي اول حاجه، اول طريقه احسب بيها اي ام اف. اللي حصل له اوكسيديشن هاخد رقم الاكسيديشن بتاعه، واللي حصل له ريدكشن هاخد رقم الريدكشن بتاعه. اوكسيديشن الانود بلس ريدكشن الكاثود. تاني طريقه، ودي طريقه برضو ممكن اعرف منها هي ايه. الطريقه دي زي اللي احنا عملناها فوق، ان انا ارتب الاليمنتس واقول المسافه بين اليمنت واليمنت، زي ما عملنا في السؤال ده والسؤال ده. حلو. الاسئله اللي فوق اللي زي دي ممكن احلها ازاي؟ ممكن احلها بالطريقتين. يعني هنا مثلا هلاقي ان الام ان هي اللي حصل لها ايه؟ ريدكشن، هي اللي الرقم بتاعها قل. السي ال من نيجاتيف بقت زيرو، هي اللي حصل لها ايه؟ اوكسيديشن. فهلاقي ان هنا هاخد رقم الاكسيديشن بتاع السي ال اللي هو نيجاتيف 1.36، مش البوزيتيف عشان ده رقم ريدكشن. هعمل بلس، هلاقي ان هنا ده رقم اوكسيديشن، فهاخد رقم عكس الساين عشان انا عايز الريدكشن، والاقي الرقم طلع بالبوزيتيف. طالما بوزيتيف يبقى سبونتينيوس. بس فهي دي نفس الفكره، ان اللي حصل له حاجه هاخدها. تعال نجرب كده سؤالين، او ارتب الاليمنتس. وانا بشوف ان ترتيب الاليمنتس احسن، ان انت تحط الاتش في النص ورتب الاليمنتس على اساسها. يعني تعال هنا الكروميوم، الكروميوم حصل له ايه؟ الكروميوم هنا حصل له اوكسيديشن، والكبر حصل له ريدكشن. قال لك ايه؟ قال لك ان الكبر الريدكشن بتاعه بالبوزيتيف، يعني الاكسيديشن بالنيجاتيف، يعني تحت الاتش، ومسافته من الاتش للكبر 0.34، بقى الاتش هي اللي بزيرو. الكروميوم قال لك ان حصل له اوكسيديشن والرقم بكذا اهو. هو عايز يعرف المسافه بين الكروميوم والكبر، فكل اللي انا هعملهم ايه؟ هاخد الرقمين بلس. انا بشوف ان الطريقه دي اسهل طريقه واكتر طريقه مضمونه ان انت تقدر تحل بيها. بص هنا هتلاقيها برضو نفس الفكره، اكس الانود مع الهيدروجين الكترود، يبقى هتحط الاتش وادي هنا الاكس تطلع 0.23. الواي الكاثود هتحط الواي تحت وهو الكاثود ب 0.8. كل اللي انت محتاجه تجمع الرقمين على بعض تطلع ايه؟ واكس الانود عشان هي اللي فوق. يعني انا بكلمك حرفيا ان الفكره سهله جدا وبسيطه. انت كل اللي انت هتعمله تحط الاتش في النص. انت لو معاك اليمنتس اصلا عارفها تفتح كتيب المفاهيم، تفتح كتيب المفاهيم وتشوف منه ده فوق الاتش ولا تحت الاتش، وعلى اساس كده هتحدد. طب لو كانوا الاثنين فوق الاتش هتعمل ماينس، لو واحد فوق واحد تحت بلس. حرفيا انت بتشوف مسافات، انت مهندس مسافات هنا، فاهم؟ فالموضوع هتلاقيه سهل وبسيط. هل في حاجه صعبه؟ نفس الفكره، ترتيب اليمنتس وتعمل نفس الموضوع. يعني انا بجد بشوف ان الموضوع سهل، فما تصعبش الدنيا على نفسك وما تحسش ان الدنيا صعبه. تعالى بقى نتكلم في الفكرة التالتة. والفكرة التالتة هي دي فكرة مين؟ فكرة الإلكتروليسيس. ودي فكرة جت في كل امتحان، حرفيا في كل امتحان كل سنة بتيجي. والفكرة سهلة وليها روشتة عندي في اللينكات. والفكرة سهلة وبسيطة، بسيطة جدا 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 جدا. انت عندك في الإلكتروليسيس حالتين، يا اكتيف الكترود يا ان اكتيف الكترود.
والطبيعي لو ما حددش انها بتبقى ان اكتف، هو ده الطبيعي. تمام. انما الاكتف ده اللي مش طبيعي، ده اللي لازم يقوله لك، لازم يجي يقول لك انا حطيت اكتف الكترود. الان اكتف الكترود بيبقى يا بلاتينيوم يا كربون اللي هو الجرافايت. الاكتف الكترود اي حاجه تانية، اي حاجه بقى فكك، مش هنعرف نقول الحاجات كلها، جولد سيلفر ما اعرفش ايه، كل الحاجات بتفرق في ايه؟ بتفرق عندي اكتف وان اكتف في الانود بس. في الان اكتف السولوشن بس هو اللي بيحصل له. دي الفكره، يعني حرفيا السولوشن بس هو اللي بيحصل له الكتروليسيس. في الاكتف الانود هنا هو اللي بيحصل له اوكسيديشن، والسولوشن هو اللي بيحصل له ريدكشن. يعني هي ما بتفرقش معايا في الريدكشن، بتفرق معايا في مين؟ في الاكسيديشن بس. يبقى دي هي الفكره. فلما يجي يقول لي ان انا حاطط كبر الكترود ما اعرفش ايه، هو ده اللي هيحصل له اوكسيديشن. في الاكتف لو بيور الكونسنتريشن بتاعت الالكتروليسيس بتفضل ثابته. هنا كده كده الكونسنتريشن بتقل، كده كده الناحيه الثانيه هنا الكونسنتريشن بتقل، انما هنا الكونسنتريشن ثابته. طب في الامبيور طبيعي هتقل بس سنه بسيطه، هنا بتقل قوي. تمام. كل اللي هنقوله بقى بعدها سهل. هنا كده كده الانود هو اللي حصل له اوكسيديشن. تمام. هنا ايه اللي بيحصل؟ الاناين هي اللي تروح لفين؟ للانود يحصل لها اوكسيديشن، والكاتاين تروح للكاثود ويحصل لها ريدكشن. وهي دي الفكره اللي بيجيبها كل سنه، فكره ان الاناين تروح للانود والكاتاين تروح للكاثود. حرفيا 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 ما فيش امتحان ما جاتش فيه، احتمال كبير احتمال كبير جدا تيجي في امتحانك، فخلي بالك منها. وخلي بالك من فكره البيور والامبيور عشان هو بقى بيحب يجيبهم جدا. تمام. هل في حاجه صعبه؟ يبقى الفكره كلها ايه؟ يا اكتف يا ان اكتف، مين هيحصل له اوكسيديشن. وكده كده خد بالك لو في ميه اللي بيحصل له حاجه بيحب يحصل لها، يعني لو السولوشن مش مولتن انت ممكن يبقى سولوشن مولتن او اكويس. لو مولتن خلاص مش هتاخد بالك من ميه، انما لو اكويس خد بالك لو الاتش بوزيتيف موجوده، لو هي اللي تحت هي اللي تروح، والاو اتش نيجاتيف خد بالك منها برضه. بس تعال نشوف بقى السؤال بيجي ازاي. بيجي يقول لك اهو زي كده، بيقول لك ان البوكسايت حصل لها انالايز الكتريكلي، يعني الكتروليسيس. بيقول لك مين من دول صح؟ مين هو البوكسايت؟ ده ال Al2O3. مين البوزيتيف ومين النيجاتيف؟ ده البوزيتيف وده النيجاتيف، ده الكاتاين وده الاناين. الكاتاين تروح فين؟ للكاثود، والكاثود بيحصل عنده ايه؟ بيحصل عنده ريدكشن. يبقى هو ده اللي هاخد بالي منه، ان الكاثود بيحصل عنده ريدكشن. يبقى بابا 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 ركز معايا، يعني انا عارف ان انت سرحت، بس الفكره كلها ايه؟ انا بحاول والله اغير طبقات صوتي، يعني اتعلمتها من ناصر دي برضو. بس الفكره كلها ايه؟ ان هنا الكاثود هيحصل عنده ايه؟ ريدكشن، وهنا دي الاناين تروح للانود يحصل لها اوكسيديشن. يبقى احنا كده عرفنا مين حصل له اوكسيديشن ومين حصل له ايه؟ ريدكشن. هحل على اساس كده. الهيدروجين هيطلع عند الكاثود؟ لا والله ده ايه؟ خد بالك البوكسايد بيبقى مولتن، فكده كده لا مفيش هيدروجين اصلا. الالومنيوم يحصل له عند الكاثود فعلا، والاكسجين يحصل له عند الانود حصل. هي دي الاجابه. الومنيوم عند الكاثود، هيدروجين عند الانود لا. اكسجين عند الكاثود لا، احنا كده كده قلنا ان الاكسجين عند الانود. بص هتلاقي كام سؤال عن الموضوع ده نفس الفكره، دي فكره الكتروليسيس. هلاقي ان هو تحت مولتن يبقى ما عنديش ميه، ها اي جي بي ار. كل اللي انا هعمله ايه؟ بوزيتيف نيجاتيف. بص انا مش هغير في حاجه، يعني انا خلاص انا عملت لها لينك، حرفيا عملت لها لينك. دلوقتي هنعمل ايه؟ بوزيتيف نيجاتيف. البوزيتيف الكاتاين يروح لمين؟ للكاثود، والاناين يروح للانود. الكاثود عنده ايه؟ الكاثود عنده ريدكشن، يبقى اقول ان هو عنده ريدكشن. والانود عنده ايه؟ الانود عنده اوكسيديشن. انا والله معدي من ناصر، اقسم بالله انا ههريك ناصر في حياتي. المهم يبقى الكاثود عنده ايه؟ ريدكشن. الانود عنده ايه؟ اوكسيديشن. يبقى البي ار اوكسيديشن والاي جي ريدكشن. ريدكشن البي ار لا، البي ار حصل لها اوكسيديشن، يبقى هي دي اللي ممكن تحصل فعلا. ها ريدكشن السيلفر لا، ريدكشن السيلفر صح، معلش اوكسيديشن السيلفر هي اللي مش ممكن تحصل. حلو. عايزين نعرف مين الانود ومين الكاثود. بوزيتيف نيجاتيف. قلنا ان في الجالفانيك النيجاتيف الانود، هنا العكس، البوزيتيف هو مين؟ هو الانود. فبي الانود وايه الكاثود، فالمفروض ان بي الانود هي اللي يروح لها الاناين فعلا، بي ما ينفعش يروح لها الكاتاين. شايف الموضوع بسيط ازاي؟ نحل بسرعه بقى، اوريك ازاي تحل في الامتحان. حرفيا هنعمل كده. هنا اكويس كبر كلورايد، يبقى كبر كلورايد. بوزيتيف نيجاتيف، البوزيتيف تروح للكاتاين، او اللي هي الكاتاين تروح للكاثود، النيجاتيف تروح للانود. الكاثود عنده ريدكشن، الانود عنده اوكسيديشن. خد بالك بس ان هنا في ايه؟ في ميه، اتش او اتش. كده كده الكبر تحت الاتش هو اللي يحصل له. السي ال طالما عندي هالوجين هي اللي تروح، اي حاجه غير الهالوجين ما كانتش تروح. فكل اللي انا هعمله ايه؟ نفس اللي عملناه هنا، ده الانود عشان ده البوزيتيف، وهنا ده الكاثود. هل انا عملت حاجه؟ لا، دي الطريقه اللي انا عايزك تحل بيها بسرعه. فكده انا عرفت مين؟ كده عرفت مين الانود ومين الكاثود، وقال لك ان هم جرافايت، فالانود هو اللي يحصل له السي ال. تمام. الكوتد ده لما يبقى حاجه غير الجرافايت، يعني حرفيا الكلمه دي لما يبقى اكتف ما تستخدمهاش غير لو هو اكتف.
كونسنتريشن الكبر ريمين كونستانت، قلنا لا كده كده بتقل. السي ال ريمين كونستانت، لا كده كده بتقل. السي ال راحت للانود. هي دي الفكره كلها. الحاجات دي كلها فين؟ لما يبقى اكتف، ودي احنا قلناها ان هي المين؟ الاكتف الكترون. يلا اللي بعده. which of the following represent the anode. هو قال لي ان هو عايز الانود، يبقى الانود ده بيروح له مين؟ مش عايز اكمل، انا الانود ده بيروح له الاناين، صح؟ بس خلاص انا مش محتاج اكمل. وقال لي ان هم جرافايت الكترود، يعني مش اكتف، يعني مش الرد لنفسه هيحصل له. انا اتاكدت من كلمه جرافايت. هل ينفع اختار بوزيتيف؟ لا. هل ينفع اختار بوزيتيف؟ لا. هل ينفع اختار بوزيتيف؟ لا. انا لازم اختار ايه؟ حاجه اناين، حاجه نيجاتيف. هل في حاجه صعبه؟ بس هي دي الفكره كلها. وكده كده كان ممكن اعملها بنفس الطريقه، ان انا اكتب صوديوم هيدروكسيد بوزيتيف نيجاتيف. مين اللي يروح هنا؟ الكاتاين. بوزيتيف عنده الكاثود، والنيجاتيف عنده ايه؟ الانود. والانود هو الاناين اللي يحصل له اوكسيديشن. في حاجه صعبه؟ انا عايزك تحل اسئله كده اهو. اللي بعده هنرتب السيلز بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف. البوزيتيف ده ايه؟ انود. والبوزيتيف ده ايه؟ انود. في مشكله لحد دلوقتي؟ حلو. قال لك ان ايه؟ قال لك ان احنا عندنا جولد واكس، يبقى دي ايه؟ لو واخد بالك ان هم اكتيف الكترودز. هنا طالما اكتيف الكترودز جولد، يبقى الجولد هنا بيدهن مين؟ الانود بيدهن الكاثود. الانود هو اللي بيحصل له كل حاجه، الكاثود دي الملكه، الكاس بتاعك هو اللي بيدهن. فالانود يدهن الكاثود، يبقى هنا الجولد بيدهن اكس، وهنا اكس بتدهن اكس عادي جدا. وايه دي اللي هي ايه؟ الامبيوريتيز اللي بتقع، وطالما وقعت يبقى انت مهمش تحت، يبقى ترتيبها اكس وتحت خالص ايه؟ الاي. ليه؟ لان هي لو كانت فوق الاكس كان حصل لها اوكسيديشن، فهي اكيد ايه؟ تحت الاكس. فتعال نبص. سيل 2 is used to plate metal X. صح. سيل 1 is used to purify metal X. عشان اكس بيروح لاكس فممكن نقول انها purification. potential of battery is slightly greater than metal X. يعني البوتنشال هتبقى اعلى سنه من اكس، عشان اكس يحصل لها ريدكشن هنا فعلا لازم تبقى اعلى سنه من اكس. اوكسيديشن بوتنشال، بص هي دي المعلومه اللي غلط. از هاير ذان اكس، لا. خدت بالك ان هي بيلعب على ايه؟ الحاجه اللي وقعت بتبقى ايه؟ مهمشه. عايزك يعني الالكتروليسيس انا مش شايف ان في حاجه صعبه، انت حرفيا ممكن تبصمجه وتحله كله اهو. بص الفكره جت تاني ازاي. الانود عند الكتروليتيك سيل، ده حرفيا جت في امتحان 25 السنه اللي فاتت كده، كده تحلها كده حرفيا. فالانود عند الالكتروليتيك سيل راح له الاناين، فكده كده انا هختار ايه؟ هشطب ده وهشطب ده. اناين اناين، الاناين بيحصل له ايه؟ عند الانود يحصل له اوكسيديشن. هختار الالكترونز بره اللي حصل له اوكسيديشن، اللي الرقم بتاعه زاد من نيجاتيف لزيرو. اللي بعده انا عايزك تحل بسرعه كده. كبر سلفيت سوليوشن يوزنج كبر الكترودز، يبقى ده اكتف، يبقى مين اللي يحصل له اوكسيديشن؟ الكبر. ومين اللي يحصل له ريدكشن؟ الكبر. هتلاقي ان الاثنين هم اللي بيحصل لهم. حلو. تعال نشوف بقى. ماس الانود انكريس، ما فيش ماس الانود بيزيد، ماس الانود دايما بيقل، وماس الكاثود دايما بيزيد. احنا قلنا الانود دايما خسران والكاثود دايما كسبان، يبقى يا دي يا دي. الكونسنتريشن هتقل ولا تفضل ثابته؟ والله على حسب انت بيور ولا امبيور. وما قالكش هو بيور ولا امبيور، بنعتبر ان هو بيور فتعتبر انها ايه؟ ثابته. لازم يقول لك امبيور، لو ما قالش امبيور يبقى هي بيور. بص بذمتك السؤال ده جاي كام مره؟ وعند الانود برضه. يعني انا حفظته اهي، الحاجه النيجاتيف وتطلع الالكترونز بره، انا حفظته. ما ينفعش ده ليه بوزيتيف، ما ينفعش ده ليه عشان ده ريدكشن، ما ينفعش ده ليه عشان ده ريدكشن برضه. بجد انا حفظته، يعني انا حفظته. الانود بيروح له مين؟ الاناين يحصل له اوكسيديشن. بجد حفظته اهي. دي الفكره اللي انا بقول لك عليها، ان هي فكره ايه؟ الامبيوريتيز. لو عندك امبيوريتيز فطبيعي ان مثلا الانود والكاثود بيقلوا ويزيدوا زي بعض. الفكره كلها ايه؟ لو عندك امبيوريتيز في شويه بيقعوا عند الانود زياده، فبيبقى مثلا الانود قل اكتر. ليه؟ عشان انت عندك امبيوريتيز، حاجه طبيعيه جدا. بس فماس is greater than the increase in the cathode mass، دي اهم حاجه. ماشي. حلو. عندنا الفكره الثالثه، والفكره الثالثه هي بتاعت ايه؟ بتاعت الاربع بطاريات. وانا مش هقول لك حاجه جديده، انا هقول لك بس معلومات ثابته على الاربع بطاريات. ان ايه؟ الانود دايما الماس بتاعه بيقل، ما عدا الليد اسيد باتري. مميزه مميزه يا جماعه. الليد اسيد باتري دي الباتري الوحيده اللي مثلا الانود بيزيد. ليه؟ عشان بيحصل عندها بريسبتيت اللي هو الليد سلفيت، فهي الوحيده اللي عندها الموضوع ده. تمام. وعندك الاربع بطاريات بتوعك معاك الايكويشن بتاعتهم. عايزين بس نقول النوتس المميزه. النوتس المميزه على كل واحده ايه؟ الميركوري سيل، ايه النوت المميزه بتاعتها؟ وخد بالك معلومه دي معلومه مهمه جدا 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 على البطاريات. اللي بيحصل له اوكسيديشن واللي بيحصل له ريدكشن، دول الحاجتين الوحيدين اللي بيتاثروا. يعني نتكلم عن ميركوري سيل، مين بيحصل له اوكسيديشن؟ الزنك. مين بيحصل له ريدكشن؟ الاتش جي. اي حاجه تانية قسما بالله نايزر اوكسيديشن نو ريدكشن. مفيش حاجه تانية، مفيش اوكسيديشن وريدكشن تاني. ما هو بابا 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 ركز معايا ركز معايا. والله ما هو لو في حاجه تانية
بيحصل لها اوكسيديشن او ريدكشن كان هيقول لك. هو قال لك ان دي الاكسيديشن ودي الريدكشن، هو مش فاهم، هو مش هيخبي عليك. فمثلا دي كده ايه الميركوري سيل، لو سالك عن اي حاجه ثانيه نايزر اوكسيديشن نو ريدكشن، سالك على الاتش، سالك على اي حاجه ثانيه الاو ما اعرفش ايه نايزر اوكسيديشن نو ريدكشن. نتكلم على الفيول سيل الاتش والاو 2، اي حاجه ثانيه نايزر اوكسيديشن نو ريدكشن. نتكلم على الليد اسيد باتري الليد والبي بي او 2، اي حاجه ثانيه نايزر اوكسيديشن نو ريدكشن. الليثيوم اين باتري الليثيوم والكوبالت، اي حاجه ثانيه نايزر اوكسيديشن نور ريدكشن. تمام. وكده كده معاك الايكويشن، تقدر تجيب الايكويشن في اي وقت، ومعاك الحاجات دي. عندنا حاجه مميزه بس على كل باتري، معاك الايكويشنز بس بتوع دي، خد بالك ان هم بيروحوا ويرجعوا، فخليك مع الايكويشن. عندنا حاجه مميزه بس على كل بطاريه، دي كونستانت اي ام اف، الاي ام اف بتاعها كويس جدا. البطاريه الثانيه ما بتستورش، not storing energy. واخر حاجتين الليد اسيد باتري والكوبالت ان هم ريفرسبل. واخر واحده عندها هنا ان دي السلفوريك اسيد بيحصل له كونسامشن، ودي الوحيده اللي الالكترولايت بيحصل له كونسامشن. خد بالك الالكترولايت بتاع الباتري في الميركوري سيل الالكترولايت ثابت، وفي الفيول سيل ثابت برضه. هو شارك على فكره، شارك سنه، كانت الاو اتش بتتاخد من هنا وترجع تاني من الناحيه الثانيه، فهو شارك سنه بسيطه بس، سنه بسيطه. المهم ان هو ايه ثابت. الوحيده اللي اتاثرت وهنا ما اتاثرش، الوحيده اللي اتاثرت هي مين؟ الليد اسيد باتري. كده احنا قلنا كل الحاجات المميزه على البطاريات. عارف ان خطي وحش بس يعني ما اعتقدش ان دي الحاجه اللي هتضرنا دلوقتي. حلو. بس باقي الحاجات ثابته، الانود دايما اوكسيديشن والكاثود دايما ريدكشن، خد بالك الحاجات دي ثابته. اهو هنتكلم على ايه؟ ديستشارج الليثيوم اين سيل. الليثيوم اين هتروح من البوزيتيف للنيجاتيف، لا حركه الالكترون من الانود للكاثود. وفي الديستشارج او في الحاله الطبيعيه اللي هي الجالفانيك الانود نيجاتيف والكاثود بوزيتيف. فما ينفعش حركه الليثيوم اين زيها زي حركه الالكترون. بص ما ينفعش ليه؟ عشان طالما عندك اجابتين نفس الحاجه اعرف ان الاجابتين ما ينفعوش يعني عموما. هنا بيقول لك الليثيوم هتروح للنيجاتيف، لا والله الليثيوم رايحه للبوزيتيف. يعني بص انت تشوف A وبي وسي، حرفيا اصلا A وبي وسي نفس الحاجه، يعني دي طريقه تحل بيها بذكاء بقى. يعني A وبي وسي بيقول لك ان الالكترون زي الليثيوم رايحين للنيجاتيف، والالكترون زيها زي الليثيوم، فما ينفعش يبقوا يعني الثلاث اجابات بيقولوا لك نفس الحاجه، فعشان كده ولا واحده فيهم تاني. تعالى هنا بيقول لك مين من الاكسيديشن ريدكشن دول يديك انرجي، مين من دول؟ حرفيا بيقول لك مين من دول باتري. الرياكشن العاديه بتاعت الباتري كونفرجن الليد سلفيت للليد اين، لو فتحت الرياكشن هتلاقي لا ان بيحصل العكس، فما ينفعش ان انا اختارها. coating some part of car with chromium metal to protect them، فين الكهرباء ده؟ بيقول لك هتحميهم. يعني هي دي بطاريه انت هتروح للعربيه تلمسها تتكهرب؟ مش منطقي، فاهم؟ electrolysis of water in hydrogen، ده electrolysis يعني انت بتدخل كهرباء. هيدروجين واكسجين يعملوا ووتر، دي مين؟ الفيول سيل. حرفيا هو بيسالك مين البطاريه اللي عليك في المنهج بس بطريقه اندايركت بس. حلو. بيقول لك مين بيحصل في الاسيد باتري ديورنج التشارجنج. كل انا هعمله ايه؟ هفتح كتيب مفاهيم واجيب الايكويشن. البي بي بتتحول لبي بي بوزيتيف 4، دي معلومه صح، بس ده ايه؟ اوكسيديشن. اوكسيديشن عند الكاثود لا، الريدكشن عند الانود. تتاكد بص لما تلاقي بالله عليك اجابتين عكس بعض استبعد الاثنين، يعني الاجابتين دول زي بعض. الفرق ايه؟ بيقول لك ان اوكسيديشن عند الكاثود، يعني فاهم انت فاهم قصدي؟ يعني طبيعي ان البي بي بوزيتيف 2 هيتحول مره بوزيتيف 4 ومره زيرو، عكس بعض وغير كاثود وانود يعني عكسها مرتين، يعني هي نفس الاجابه، اكنه بيقول لك ان الاثنين واحد، ما لو ده حصل عند الانود يبقى ده حصل عند الكاثود، فاهم قصدي؟ فاجابتين عكس بعض ارفضهم الاثنين. بيقول لك ان الالكترونز من النيجاتيف للبوزيتيف، الكلام ده الطبيعي مش في التشارجنج، في التشارجنج العكس. اخر واحده الكترون ترانسفير فروم انود تو كاثود، دي اجابه صح اصلا من غير ما اكمل، انا لو شفت الاجابه دي هختارها من غير ما ابص على بقيه الاختيارات اصلا. تمام. which of the following negative hydroxide ion in fuel cell. الفيول سيل مين اللي بيحصل له؟ ال H2 وال O2. اي حاجه ثانيه نايزر اوكسيديشن نو ريدكشن، يعني انا خلاص مش محتاج. consumed as a result of oxidation. ماشي، هو بيتكلم ايه اللي بيحصل لها عشان دي بتحصل لها مره هنا ومره هنا. حلو. فكل اللي انا هعمله ايه؟ هفتح كتاب مفاهيم هشوف بيحصل لها فين الكونسامشن وفين اسمه ايه ده، وفين البتاع بيحصل لها كونسامشن عند الانود ولا عند الكاثود، ودي هتجيبها من كتاب المفاهيم. يعني انا حرفيا دلوقتي مش قادر اتذكر المعلومه لان انا سهران اصلا ومطبق. بس يعني ادعي لي بالله عليك، بس يعني عشان ما تقولش عليا ان انا مش شاطر. اهو يا عم الاوتو بيحصل لها ريدكشن وتتحول للاو اتش نيجاتيف، فعند الريدكشن بيحصل لها فورميشن، وعند الكونسامشن بيحصل لها عند الانود. عشان ما تقولش عليا ان انا مش شاطر، بس انا كنت جبتها بس عشان ايه؟ مش ناقصه. حلو. بص السؤال ده انا هحله ازاي؟ انا هحله حرفيا بمعلومات الانود والكاثود. دلوقتي عندنا رقمين للدنستي، يبقى مين اللي مشحونه اكتر؟ اكيد واي. يبقى عندنا واي واكس. واي دي هي الجالفانيك، هي اللي بتشحن، واكس دي الالكتروليتيك. طيب في الجالفانيك النيجاتيف هو الانود والبوزيتيف هو الكاثود. انا مش محتاج اكتر من كده. انا بقى كل اللي انا هقعد اشوفه ايه؟ كل اللي انا هقعد اشوفه ايه اللي حصل؟ اوكسيديشن
عند البوزيتيف في اكس، اكس كانت ايه؟ اكس كانت الكتروليتيك. فعلا البوزيتيف هو الانود في اكس، ما هي الالكتروليتيك، فدي معلومه صح. الليد اوكسيديشن عند البوزيتيف الكترود في واي، واي والله جالفانيك. البوزيتيف كاثود عملت عند الكاثود اوكسيديشن، ما ينفعش. ده اللي انا هعمله بقى بقيه الاختيارات حرفيا، هو ده اللي انا هعمله. ريدكشن عند البوزيتيف، لسه قايلين ان البوزيتيف انود ما ينفعش. اوكسيديشن عند النيجاتيف، النيجاتيف كاثود والله ما ينفع. شوف بستبعد بسرعه ازاي، هي دي الاجابه. هنا ريدكشن عند النيجاتيف صح والله. اوكسيديشن عند البوزيتيف، فعلا هنا البوزيتيف. فاهم الفرق بس بين الجالفانيك والالكتروليتيك؟ دي اهم حاجه. شايف الموضوع بسيط ازاي؟ اهو ليد اسيد باتري از ديسشارج، قلنا دي البطاريه الوحيده اللي مثلا الانود بيزيد فما ينفعش. دينستي اوف سوليوشن انكريز، هتلاقي السلفوريك اسيد بتقل، ده احنا بنعرف شحنها اصلا من الدينستي. دينستي بتقل ومثلا الانود انكريز، هي دي غلط. دي كلها حرفيا اسئله من الاسترشادي، انا بوريك ان الموضوع سهل، البطاريات سهله. بيقول لك في الفيول سيل والميركري سيل مين من دول معلومه صح، هتلاقي ان الاثنين الكالاين. ليه؟ احنا قلنا ان الفيول ما بتسترش. ريدكشن اوكر ات النيجاتيف، لا والله ريدكشن بيحصل عند البوزيتيف. كومبوننت اوف بوست سيل كونسيومد ديورنج اوبريشن، فيول سيل اصلا دي بدخل لها بنزين، ما بيحصلوش كونسامشن. في حاجه صعبه؟ انا دي يعني بجد 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 عايز اوريك بس ان الموضوع سهل. اخر حاجه، يعني مش قادر احل السؤال ده بقى خلاص يعني فكك. اخر حاجه المسائل، البروبلمز. والموضوع في البروبلمز سهل جدا حرفيا، مسائل تشابتر 4 من اسهل المسائل. عندك 3 احتمالات، يا هيسأل عن ماس، يا هيسأل عن نمبر اوف مول، وممكن يجيبها في شكل الكونسنتريشن، بس هو النمبر اوف مول، لان الكونسنتريشن نمبر اوف مول على فوليوم. اخر حاجه هيسأل على مين؟ على ان هو تبقى ريشيو معايا 2 elements. لو ماس كل اللي انا هعمله ايه؟ انا عايزك بس تاخد بالك من حاجه، ان انا عندي العالم فاراداي، عارف فاراداي اكتشف ايه؟ اكتشف ان الواحد الكترون بتساوي 96500 كولوم. يسميها واحد الكترون؟ لا، سماها ايه؟ 1 اف، زيه زي اي عالم سماها فاراداي. فانا عايز اقول لك ان الماس هي الواحد اف، هي 96500 كولوم. فانا هقول لك ان الماس اللي هي الواحد اف اللي هي 96500 كولوم بيديني ايه؟ ايكوفالنت ماس. ده لما يديني ماس، هربط بقى على حسب هو مديني انهي واحده فيهم ريليشن. يعني لو مديني هنا اكس اف ومديني مثلا ان الماس ب 3 جرام، خلاص عملت ريليشن جبت الاف. طيب النمبر اوف مول كل اللي انا هعمله ان زد اف بيديني 1 مول. خد بالك بس لو هي حاجه فيها 2 مول، يعني بي ار 2 سي ال 2 او 2 اي حاجه من الحاجات دي، هعمل ايه؟ هتبقى 2 زد اف بتديني ايه؟ 1 مول، واعمل ريليشن واحد. الريشيو كل اللي انا هعمله ايه؟ ماس 1 على ماس 2 ايكوال ايكويفالنت 1 على ايكويفالنت 2، ومش هعمل اكتر من كده. نخش على المسائل واوريك هنعمل ازاي. كل اللي انا هعمله ايه؟ هفتح المساله هقرا بليتنج جاج وذ لاير الماس بتاعها 26 جرام وربع باي باسنج الكترين كارنت. ها المهم التايم تو كومبليت ذا بروسيس، انا عايز ايه؟ عايز الكتروليسيس، يعني دي ماس مديني وزن وعايز يعمل اهو لاير اوف سيلفر اتس ماس، هو عايز يعمل لاير اوف سيلفر بالماس ده، يبقى انا عرفت ان انا هعمل ايه اهو 965. عرفت ان انها 96500 كولوم، لما يديك امبير هشتغل كده كده بيها، لان انا لو جبت 1 اف هرجع اجيبها تاني. فخلاص ماس 96500 كولوم بيديني ايكويفالنت ماس، ايكويفالنت ماس اللي هو ايه؟ ماس على الفالنسي. قلت لك بقى مش هشرح لك كل حاجه، بس انا معايا ايه؟ معايا الماس ده، وعايز اعرف ايه؟ عايز اعرف دي. هجيب الاكس، وبعد ما جبت الاكس هقول ان الاكس ايكوال اي في تي. معيش كالكوليتور احسب، هتحسب انت، معاك الامبير معاك كل حاجه تقدر تجيب الحل. انا بوريك بس ان المسائل سهله. ها اللي بعدها 10 امبير باست ثرو صوديوم كلورايد فور 10 اور اكسبريس ذا ماس. يبقى هو عايز ايه؟ عايز ماس. كل اللي انا هعمله ايه؟ هضرب ال10 في ال10، بستخدم التايم بس بالسكند في 3600. دي سهله ان انا احسبها بدماغي، تطلع 3 6 0 0 0 0 4 اصفار. بعدها كل اللي انا هعمله ايه؟ مش هو عايز ماس 965 0 0 كولوم؟ ليه 965 0 0 كولوم؟ عشان معايا كولوم، لو كان معايا اف كنت هستخدم اف، يعني مش محتاج ان انا اقول لك الكلام ده. بتديني ايكويفالنت ماس اللي هو 23 على 1 عشان الصوديوم الفالنسي بتاعته بواحد. يبقى 3 6 0 0 0 0 هتديني قد ايه؟ هضرب ده في ده في ده، بس هشوف الرقم اللي هيطلع لي قد ايه. هل في حاجة صعبة؟ ما اعتقدش ان في حاجة صعبة. تعال ديبوزيت 18 جرام و 1.5 اف باس ثرو one of its solution. كل اللي انا هعمله ايه؟ ال 965 00 كولم ماس اهو بتديني ايكويفالنت ماس. لا بس هو مستخدم اف، يبقى استخدم ايه؟ 1 اف. شفت يعني الموضوع بسيط، لقيته مستخدم اف هستخدم اف. 1.5 اف اداني قد ايه؟ 18 جرام. انا عايز اعرف الايكويفالنت ماس بكام. تك تك الايكويفالنت ماس ب 12. مين من دول الايكويفالنت ماس بتاعه ب 12؟ هلاقيه المغنيسيوم عشان لما اقسم 24 على 2. شايف الموضوع بسيط ازاي؟
يعني كل الموضوع ان انا اشوف the mass of the consumed zinc. هنا دخل لي 2 element، يبقى دي مساله ايه؟ دي ريشيو. شفت عرفت ازاي؟ ان انا لقيت ايه؟ 2 element مديني واحد وطالب واحد. كل انا هعمله ايه؟ ماس 1 على ماس 2 equal equivalent 1 على equivalent 2. نعتبر ان الزنك هو ال1 equal شد ماس 1 6.5 equivalent 1 والله كام؟ 65 على الاتنين. ماس 2 ده اللي انا عايز اعرف بتاع الكابل equivalent to 63.5 على 2. الاتنين تترمى على الاتنين تطلع 6.35. deposited بتحصل لها deposited if the mass of the consumed cell then the mass of the consumed couple at the anode. اكيد لا، هتختار البوزيتيف الكترون. بس في حاجه صعبه؟ انا بوريك ان المسائل سهله اهو. electricity required to precipitate 1 mole of مش هو عايز 1 مول؟ اشتغل بالمول، يبقى احنا هنشتغل بقانون الزد اف بيدي 1 مول. طب الزد اصلا بتاعت الجولد بكام؟ ب3، يبقى ال3 اف ادت 1 مول. هو بيقول لك ان الاماونت ده، الاماونت اللي هو بتاع مين؟ ال3 اف يقدر بريسبتيت 1.5 من مين؟ فانا هقول ال3 اف، انا هقول ان زد اف بيديني 1. انا عايز ال3 اف تديني قد ايه؟ 1.5. الزد بكام؟ هلاقي الزد ب2. ممكن اقول لك حاجه، السؤال ده اتكرر كتير وجه كتير، يعني جه اكتر من مره. انا بس بوريك ان هي ايه؟ بتعملها على مرتين. كل اللي انت هتعمله على مرتين. بس انا في السؤال ده يعني انا لو مش عارفه خالص استبعد اي وسي. ليه؟ لان انا لو اخدت بالي هو معتمد على ايه؟ معتمد على الفالنسي. فاكيد يعني طالما مديني اتنين نفس الفالنسي، ايه الفرق بين الصوديوم والبوتاسيوم؟ مفيش. الصوديوم قصدي والكبر، مفيش فرق. فاهم قصدي؟ عشان بعتمد على الفالنسي. تمام. هنا هو مديني ايه؟ مديني 5 الكترون، اداني الايكوفالنت ماس، دي اللي انا هستخدمها في الايكوفالنت ماس. وعايز الكميه ال 0.2 مول، مش هو شغال مول؟ الزد اف بيديني 1 مول، صح؟ الزد بكام؟ والله 5، عشان هو مديني انها ايه؟ 5 الكترونز ب5 تديني 1 مول. قد ايه يديني 0.2؟ انا ما قريتش السؤال حتى. هلاقي ان هي كام؟ هلاقي ان هي اكس، هلاقي ان الاكس ايكوال 1 اف. 1 اف دي اللي احنا قلنا ان هي 96500 كام. خدت بالك بس ان انا ما قريتش السؤال. الموضوع بسيط، الموضوع ابسط بكتير مما انتوا متخيلين المسائل. تعال بص. 0.15 اف باز ثرو، ماشي 5 بوينت اوف بيور مولتن صوديوم كلورايد. عايز نجرب مره للصوديوم ومره للكلورين. طيب مش هو مديني 0.1 اف؟ كل اللي انا هعمله ايه؟ المفروض ان هو يديني الارقام 23 وايه 35 ونص. كل اللي انا هعمله ايه؟ الواحد اف، مش هو مديني اف؟ الواحد اف بيديني equivalent mass. ال 0.1 هتديني قد ايه؟ بس الايكويفالنت ماس بتاع الصوديوم 23، يبقى ال 0.1 المفروض تديني 2.3. والايكويفالنت ماس بتاع الكلورين 35 ونص على واحد، ما هي مش فارقه، ما هو واحد. 35 ونص يعني المفروض تديني 3.55 ودي 2.3. تمام كده لحد دلوقتي؟ يبقى انا المفروض كان يطلع عندي 3.55 من الكلورين او 2.3 من الصوديوم. هشوف مين من دول صح. مولتن كومبليتلي الكترولايسيس و2.3 من الصوديوم يطلع، دي اجابه صح. بارشلي الكترولايز لا. 4.6 لا. 7.1 من الكلورين لا. 3.55 من الكلورين يبقى انا كده عندي اجابتين صح، بي ودي. هبدا اشوف بارشلي الكترولايز ولا كومبليتلي. والله هجمع الماسين، مش هو المفروض يطلع 2.3 من ده و3.55 من ده؟ هجمع الاثنين هلاقيهم 5.85. ايه ده نفس الرقم اللي فوق، يبقى حصل له ايه؟ حصل له كله، يبقى الاجابه بي. عارف لو كان الرقم اقل يبقى ايه؟ ما حصلوش كله. بس هي دي الفكره كلها. شفت المسائل سهله ازاي؟ عملت مره هنا ومره هنا وخلاص. اهي اللي بعد. هنا هلاقي ايه؟ ان هو مديني الكروميوم. بص. The metal is connected to cathode with chromium metal using an acidic hydrolysis و chromium ions. Which of the following represents the number of mole of gas released when the mass metal. يعني هو مديني الكروميوم وطالب الاكسجين، او يعني فاهم مديني حاجه وطالب حاجه. فكده دي مساله ايه؟ ريشيو. كل اللي انا هعمله ايه؟ ايكوال 1 على 2 1 على 2. هعتبر ان مين 1؟ الكروميوم 151. طب انت الكروميوم قد ايه؟ والله الايكويفالنت ماس بتاعك 52 على هنا الاكسجين ستيت بتاعته ب 6. تمام. هل في حاجه صعبه؟ انا عايز اعرف هيطلع قد ايه اكسجين، وهو 16 على 2. هشوف اكس هتطلع بكام. بعدها هحول اكس دي لايه؟ نمبر اوف مول. اعرف احولها لنمبر اوف مول، اسهل حاجه في الدنيا. هتطلع، انا فاكر الاجابه يعني عشان حليت الاستشهادي ده كتير. بس ده اللي انا عايز اقوله لك، ان الافكار مش صعبه، الافكار بتتكرر. زي ما انا قلت لك هنا، احنا حرفيا جمعنا افكار البروبلمز كلها. شايف الحته اللي فوق دي؟ دي كده كل افكار البروبلمز. مفيش حاجه صعبه. لو جالك ماس 1 اف او 96500 كولوم هيديك ده. لو جالك مولز زد اف بيديني مول. لو جالك اللي احنا عاملينها في الاخر الريشيو بتديك الريشيو. في حاجه صعبه؟ يا رب يا رب يا رب بجد يبقى الفيديو ده فادك. انا بجد والله بعمله وانا تعبان، بس انا مهم عندي ان هو يبقى فادك، وبجد دي اهم حاجه عندي. بحاول ان انا اخليك اساعدك ان انت تحل بسرعه وتعمل كل الكلام ده. عارف انها ممكن تبقى طريقتي سريعه، ولو في اي تعديل يا ريت تقوله لي عشان احسنه، عشان الناس اللي جايه بعدك السنه الجايه. وبس انا بس همي ان انا اساعدكم والله.
مش عارف. إياد الموجي بقى، يا رب تدخلوا الجنة. حاسس إن أنا قاعد في الفول يو بيج. يا رب تدخلوا الجنة وتقفل امتحان ثانوية عامة يا عم.